لوي الدراع باستخدام الدين. اللي حصل في مطعم سيزلر مثال للفهم والتطبيق الغلط جدا للدين. الأستاذة رايحة مكان للترفيه، لا هو شركة شغل يعني رايحة تشتغل، ولا مستشفى ولا جامعة، مش حاجة أساسية. رايحة تتفسح وتقضي وقت لطيف. وقت الصلاة جه، نعمل ايه؟ نروح ندور على مكان مخصص للصلاة عشان نصلي بتركيز، او ممكن نطلع بره المول خالص ونشوف مسجد بما اننا حريصين على عدم تفويت الصلاة. ده المنطق. انما لا، في حل تالت. يلا نصلي في المطعم، مش مهم الاصوات اللي حوالينا ولا مهم التركيز. يلا بس هنركع ونسجد واسمها الفرض اتحسب وانا عملته خلاص. كروته العباده اللي اسمها الصلاه والهدف الروحاني منها، كل ده مش في الدماغ. يعني لو هنزايد على بعض ونتكلم دين بحت، الصلاه من غير خشوع هي مجرد تمارين للجسم. واحنا في 2026 في مسجد في كل شارع في مصر. مطلوب انك تدي الصلاه حقها بدل ما تكروتها في اي مكان. المفروض تلاقي مكان يليق بيها ويديها حقها في الخشوع والتركيز. يعني هو في زاوية شايفة الموضوع ان هي كاستمر حريصة على اداء الصلاة، وهو مدير مطعم ماسوني. بس الزاوية الصح بتقول انها كاستمر اللي واضح ان الصلاة مش في اول قائمة اولوياتها، فكانت عايزة تأديها في اي مكان بأي شكل، رغم ان في بدايل افضل بكتير لو هي مستعدة تبذل مجهود. بص، عشان ما نتكلمش كتير في الموضوع، انا حاسس ان هو بديهي بشكل صعب جدا. هي غلطانة بنسبة 100%، بس ده بيقولوا هو غلط وشتم الصلاة. هي اللي غلطانة انها قامت تصلي في المطعم بشكل عبثي عشوائي كده، وخلت واحد زيه يغلط في الصلاة. في آية في القرآن مفهومها الأوسع، اللي هو انت ما تغلطش في دين حد، او يعني بمعنى أعم شوية، ما تبادرش انك تعمل اي حاجة تتسبب ان حد يتطاول على دينك ومقدساتك. امتى يكون من حقها تشتكي؟ لو هي بتشتغل في شركة وطبيعي هيجي وقت صلاة، واتنين فلازم يوفروا لها مكان للصلاة، وده موجود في كل حتة. انما كافيه، مطعم، ملاهي، بارك، سايبر، اي مكان للترفيه، حضرتك اللي مطالب كعميل رايح المكان مش كموظف بيشتغل جواه. اولا انك تروحه في وقت عارف ان مش هيجي عليك وقت صلاة وانت هناك، لغاية ما تخلص وتروح. ولو هتروح في وقت صلاة، تعرف اذا كان المكان ده موفر مساحة مخصوصة للصلاة ولا لا. ولو المكان ما فيهوش، تتأكد ان في مسجد جنبه. هتقولي انا مطلوب مني اعمل كل ده؟ طبعا، انت واحد حريص على اداء الصلاة في وقتها بافضل شكل ممكن، يبقى تتعب وتجتهد عشان تضمن ان ده يتحقق. ولو حصل والعناصر دي كلها مش متوفرة، يبقى نلغي الخروج خالص، بما انها للترفيه والصلاة فرض. يعني كمسلم ملتزم، الفسحة ولا الصلاة على وقتها؟ والله لو مش هتعرف توفق بين الاتنين، اعتقد المفروض تختار الصلاة. بس تاني، بما اننا في 2026، سهل جدا لو اجتهدت شوية ونظمت وقتك انك توفق بين الاتنين بمنتهى السهولة. انما العالم مش مطلوب منه يقدم لك تسهيلات عشان انت تتعبد. زي الناس بتوع في رمضان، اوعى حد فاطر ياكل في المكتب عشان مشاعري ما تتجرحش، او يحرك شهيتي للاكل. ما هو برضو العالم مش مطلوب منه يصوم معاك، ولا مطلوب منه يتغير باي شكل علشانك. انت اللي بتعافر وتتعب وتتعبد عشان تاخد الثواب. زي ما يكون واحدة نفسها تنزل البحر، بس عايزة كل الرجالة اللي موجودين في المكان يغمضوا عينيهم طول ما هي موجودة. العالم مش مطلوب منه يتأقلم عشان رغباتك ولا معتقداتك. برضو احنا مفترضين حسن النية في الأستاذة، يعني هي كانت عايزة تصلي، عايزة تعمل حاجة كويسة، بس اتصرفت غلط عن جهل باستحقاقيتها في حاجة مش من حقها. الكلمة رخمة قوي، معلش برضو أختنا نفهمها الصح. ما نعملش منها بطلة وهي تعيش الدور، وانا بهدي الانتصار ده لوالدي الله يرحمه وخلاص. بقت روزا باركس الصالة في المطاعم، وهيحطوا صورتها على المنيو. بلاش دراما. المدير قليل الخبرة واضح، لانه اتعامل بقلة كياسة توازي قلة الكياسة بتاعة التصرف بتاعها. وبصفته مسؤول عن المكان، كان محتاج يبقى ألطف وأشيك من كده. إنما هو كان صح، والموضوع ملوش علاقة بالصلاة. هي لو كانت قامت رقصت ولا قامت تغني ولا نزلت تعقب، كان هيبقى نفس رد الفعل. بالمطعم، سبحان الله، ده مكان للأكل. وبعدين نفسي أفهم، الصلاة عندنا في وقت بين كل فرد وفرد مش أقل من 3 ساعات. كانت تصلي قبل ما تدخل المكان أو بعد ما تخلص وتروح. هو مش البني آدم بياكل في نص ساعة؟ ساعة بالكتير لو ديزرت بقى وهنقعد نحكي ونشرب سيجارتين وشاي أخضر عشان نهضم. يعني ساعة بالكتير. مش قادر أفهم تقسيمتها لليوم والوقت والأولويات بصراحة.
اللي خلاها لازم حالا في المكان ده تصلي، يا اما هيفوتها الصلاه. ولو حصل والموقف ده اتحطت فيه، اعتقد ده فشل ذريع منها. ومحدش يفرح برد فعل اداره المطعم. هم باين جدا ان هم خدوها على قد عقلها، لانه في تاريخ المطاعم وحاضر ومستقبل المطاعم مفيش حد ممكن يتفتق ذهنه لفكره انه يقوم يصلي في المطعم. فاللي هو حاضر، عايزه نعمل لك مسجد جوه كل فرع، ان شاء الله عنينا اي حاجه، بس الجماهير العريضه المؤيده ليكي تهدى، لانهم عارفين ان الحادثه دي بنسبه 99% عمرها ما هتتكرر تاني. بص، هو موقف غريب، كل اطرافه غلطانين، بس غلط المدير عك عليه هو شخصيا، انما غلطها هي بيدي صوره ذهنيه وانطباعات مش صح عن دين باكمله. وده اللي عصبني جدا بصراحه وخلاني اتكلمت. انا ليا اصدقاء كتير جدا بيقولوا لي بلاش تتكلم في اي موضوع جدلي عشان ما تخسرش فولورز، خليك في الكلام بتاع علم النفس والاجتماع والعلاقات والستوري تيلينج، القصص والحاجات دي. بس لو كل كونتنت كريتور او انفلونسر قاعد ياكل عيش ويحكي قصص وفك دماغه بقى من الافكار الغلط والصور الذهنيه الغلط والانطباعات الغلط، طب ما كده كل حاجه غلط بتتعمل هتفضل زي ما هي غلط تتعمل. الواحد المفروض على الاقل يحاول، يمكن حد يسمع حاجه يستفيد بيها، كان بيعمل حاجه غلط يبطلها.